نسلط الضوء على نظرة الشباب المغربي اليوم لمؤسسة الزواج وكيف يتعاملون مع ماضي الشريكة. واللافت هنا أن الآراء الصريحة التي سنستعرضها تتحدى حرفيا الكثير من الأفكار المسبقة التي قد تكون لدينا عن المجتمعات التقليدية. دعونا نبدأ. لندخل في صلب الموضوع مباشرة، دعونا نطرح هذا السؤال الجريء والمحوري الذي وجهته إحدى القنوات التلفزيونية للشباب في الشارع: هل يمكن بناء مستقبلك مع شخص يحمل ماضيا مجهولا أو مختلفا عن التوقعات التقليدية؟ هذا السؤال يخلق حالة من التوتر السردي الفوري، لأنه يضع تقاليد المجتمعية الصارمة وجها لوجه مع الواقع الحديث والتحديات العاطفية المباشرة. لنتأمل كيف كانت ردود الفعل وكيف تعكس طريقة تفكير جيل كامل. من اللحظات الأولى في هذه المقابلات نلاحظ تحولا جذريا ومثيرا جدا. نحن هنا لا نتحدث عن مقارنات سطحية، بل عن خيارين مصيريين: الصراحة المطلقة حتى وإن كانت قاسية مقابل الخداع المصطنع. الردود العفوية أظهرت تفضيلا كاسحا للشفافية العاطفية على حساب الكمال الجسدي أو اللجوء للعمليات الجراحية لإخفاء الماضي، وهذا بصراحة يخبرنا قصة كاملة عن القيمة الحقيقية للثقة كعملة أساسية في علاقات اليوم. وهذا يأخذنا للمحور الأول في تحليلنا: الصراحة أهم بكثير من الكمال الجسدي. من أقوى وأجمل الردود التي سمعناها في المقابلات كانت هذه العبارة العفوية: أنا حاضرك ومستقبلك، لا يهمني ماذا فعلت في الماضي. أتخيل أن هذا الاقتباس يجسد بامتياز العقلية الجديدة التي يتبناها الكثير من الشباب اليوم. النقطة الفاصلة هنا هي أن التركيز تحول من نبش دفاتر الماضي إلى البناء المشترك للمستقبل. هم يرون أن تجاوز أخطاء الماضي ليس علامة ضعف أبدا، بل بالعكس هو دليل على النضج والرغبة الحقيقية في تأسيس شراكة قوية. ولكي نفهم هذا الموقف بشكل أعمق، دعونا نفكك الحجج المنطقية التي طرحوها. هناك إجماع واضح على أن الاعتراف بالماضي هو ما يبني ثقة طويلة الأمد. ثانياً، لديهم قناعة راسخة بأن أفعال الماضي لا تحدد بالضرورة وفاء الشخص في المستقبل. وأخيراً، الزواج الذي يبدأ بالحقيقة مهما كانت صعبة يمتلك أساساً متيناً قادراً على الصمود أمام مطبات الحياة، بينما أي بناء يرتكز على إخفاء الحقائق يكون هشاً ومعرضاً للانهيار في أي لحظة. ننتقل للمحور الثاني، وهو النقيض تماماً: الخداع كنقطة لا عودة ونهاية الثقة. توجد عبارة قاطعة تلخص هذا الجانب بشكل مثالي: سر قاس أفضل من شخص كاذب. المتحدثون عبروا عن رفض قاطع للبدء في حياة زوجية أساسها كذبة. الفكرة هي: يمكن التعامل مع الماضي والتسامح معه إذا كان هناك اعتراف صريح من اليوم الأول، ولكن أن تكتشف الكذب لاحقا هذه تعتبر خيانة لا تغتفر ونقطة لا عودة تدمر كل جسور الثقة تماما. بناء على هذا الكلام نفهم الموقف الحازم تجاه العمليات الجراحية التي تستخدم لإخفاء الماضي. الشباب لا يرونها كحل أو مخرج أبدا، بل يعتبرونها خيانة عظمى للثقة وهدرا للمال. هي حرفيا تدمير متعمد للعلاقة قبل أن تبدأ. الموضوع ليس فقط في الفعل نفسه، القصة كلها في النية المبيتة للخداع، وهذا بالنسبة للكثيرين هو أسوأ سيناريو ممكن على الإطلاق. المحور الثالث الذي ظهر بقوة في النقاش هو الستر والإيمان والتسامح. لكي تكتمل الصورة لدينا يجب أن نتوقف قليلا عند مفهوم الستر. في الثقافة الإسلامية والمغربية الستر يعني حماية كرامة الإنسان، وهو التزام أخلاقي وديني بإخفاء ومسامحة أخطاء الشريك السابقة. الكثير من الشباب استندوا لهذا المفعول بالذات لتبرير موقفهم المتسامح، يعني تقبل ماضي الشريكة وحفظ كرامتها ليس مجرد خيار اجتماعي عادي، بل يعتبرونه ارتقاء روحيا وتطبيقا عمليا للقيم السامية. المنطق وراء مبادئ الستر بسيط ولكنه عميق جدا. إذا كان الخالق عز وجل يغفر ويسامح، فمن باب أولى أن يغفر البشر لبعضهم البعض. المشاركون مؤمنون تماما بأن حماية كرامة الشريك تجلب الأجر والبركة لحياتهم الزوجية، وبالمقابل فإن أولئك الذين يسخرون أو يعيرون الناس بماضيهم ينظر إليهم على أنهم يفتقرون للنبل والفضيلة. تخيلوا هذا المزيج الرائع بين الإيمان والتسامح العملي في بناء العلاقات، شيء ملهم فعلا. وهذا يقودنا للمحور الرابع: العدالة والنفاق الاجتماعي ومبدأ كما تدين تدان. وهنا يبرز مبدأ العدالة الكونية، والذي عبروا عنه بوضوح من خلال العبارة التي نعرفها جميعا: كما تدين تدين. العديد من الشباب وجهوا رسالة قوية جدا لأقرانهم: استغلال بنات الناس بوعود كاذبة هو فعل سيعود حتما ليطال أهل بيتك في المستقبل. هذا الوازع الأخلاقي القوي يعمل كرادع اجتماعي صارم جدا ضد أي تلاعب أو استغلال عاطفي. رأينا في المقابلات مناشدات نابعة من القلب ورسائل للطرفين. من جهة يطالبون الرجال بالتصرف بنزاهة وعدم تقديم وعود كاذبة بالزواج فقط بهدف الاستغلال، مع الدعوة لمعاملة النساء بنفس الاحترام المرجو للأخوات. ومن جهة أخرى هناك تحذير صريح وواضح للنساء: احذروا من الاندفاع أو الثقة المفرطة في الوعود المعسولة والمبالغ فيها. هي باختصار دعوة جماعية للوعي وتحمل المسؤولية المشتركة. نصل للمحور الخامس والأخير: تأسيس قاعدة جديدة ومختلفة للزواج. الإجماع النهائي الذي خلصنا إليه هذه المقابلات كان مفاجئا للبعض.
الأرقام المستخلصة تكشف أن الأغلبية العظمى من الشباب اختاروا الحقيقة المرة على الكذبة المريحة. أقلية بسيطة فقط هي التي لا تزال متمسكة بالمطالب الجسدية الصارمة بغض النظر عن الشفافية. وطبعا هذه البيانات ليست مجرد أرقام نعرضها، بل هي دليل قاطع على تطور هائل في الأولويات العاطفية، بحيث أصبح الصدق والثقة هما من يتصدر المشهد اليوم. الروح العامة لكل التحليل الذي استعرضناه اليوم يمكن تلخيصها في هذه الجملة الرائعة: نبدأ صفحة جديدة مبنية على الحقيقة، وليس مستقبلا مبنيا على كذبة. هذا الشعور الذي استخلصناه من المصادر يعكس نضوجا كبيرا في التفكير. أصبح هناك وعي متزايد بأن الحياة الزوجية عبارة عن رحلة طويلة وتحتاج لأساس صلب من الفولاذ، وهذا الأساس مستحيل أن يبنى على الخداع، بل يحتاج لشفافية مطلقة، تسامح، والتزام حقيقي من الطرفين. وفي الختام يطرح أمامنا سؤال عميق يستحق أن نتأمل فيه: إذا كانت المجتمعات التي طالما عرفت بتقاليدها الصارمة تشهد اليوم هذا التحول الواضح نحو إعطاء الأولوية للصدق العاطفي والتسامح على حساب التوقعات الجسدية، فماذا يعني هذا لمستقبل الثقة في العلاقات على مستوى العالم؟ هل نحن أمام تطور عالمي في مفهوم الارتباط والمسامحة؟ المعرفة الواضحة هي دائما مفتاح الفهم العميق. شكرا جزيلا على المتابعة، ونتمنى لكم يوما سعيدا. Hi everyone, please support the Ashwalk channel by subscribing today.